بعض الناس قد يتصور أن هذا البذل يضره. طيب أنا سأقول لك شيئا وهو من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله سبحانه وتعالى قال هذه الآية لنا جميعا. الآية دي بتتلخص في أمر لله عز وجل يأمر به قد يراه البعض فوق الطاقة. قال تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. من الذي كتب ومن الذي أمر؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. قال لإنسان ما: اقتل نفسك، أو قال لإنسان ما: اخرج من دارك. يقول الله عز وجل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني شوف النتائج، أن يسمع المرء ويطيع، لا سيما إذا كان الأمر من الله سبحانه وتعالى. أحيانا اتباع الدين يكلفك عنقك، أحيانا اتباعك لدينك يشردك في جنبات الأرض، لا تأوي لا إلى أهل ولا إلى مال، لكن أمرت بهذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انت عارف اللي يشبه الكلام ده في الدنيا ايه؟ في الآخرة كما ثبت في غير ما حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ان في جماعة من بني آدم لم تصلهم دعوة في الدنيا لأي سبب من الأسباب، إما لأنه لم يصله خبر النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، يعني ما عندوش فكرة، طب ده يحاسب ازاي يوم القيامة، أو صغير مات قبل أن يبلغ الحلم، أو رجل هرم كبير في السن اختلط عقله لا يعقل، جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري شيئا عن أي شيء. الثلاثة دول يتحاسبوا ازاي يوم القيامة؟ الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرسل إليهم يوم القيامة رسولا فيقول لهم: أنا رسول الله إليكم أن ادخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام: فمن دخلها وجدها بردا وسلاما ومن أبى أن يدخلها سحب إليها. الشاهد من الكلام ده إيه؟ أن ادخلوا النار. قد التكليف في الدنيا يساوي دخول النار، زي ما يقول لك في إنسان فتح أبواب الجحيم على نفسه، في ناس يقولوا كده، فتح أبواب الابتلاءات والكلام ده على نفسه. لا، أمر هو بهذا وليس له رخصة مثلا، أو إن الرخصة الشرعية هذه مثلا قد لا تنجيه برغم أنه ترخص. فالتكليف في الدنيا يساوي النار التي أمر هؤلاء أن يدخلوها يوم القيامة. فإذا أطاعوا ودخلوا وجدوها بردا وسلاما، وإذا أبى أن يدخلها، هذا لو كان في الدنيا سليم الحواس لكان من أعداء الرسول، هذا الذي رفض أن يدخل النار في الآخرة. ليه؟ لأن عصى رب العالمين. ده لو كان موجودا في الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا
ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. ولما قال القائل رب ارجعون قال الله عز وجل إنها كلمة هو قائلها، أهي كلام بيقوله. لما أحيط به قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، هي كلمة يقولها هذا الإنسان لكنه لا يتحقق بها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل في فترة كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه على ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، أرسل في فترة مظلمة إلى قوم ما كانوا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق فيه بين الوالد وولده وبين الرجل وامرأته، اللي هو إيه؟ الفرقان. والقرآن من أسمائه الفرقان، أي أنه يفرق بين الحق والباطل.